ان شاء الله هم يلعبوا على الثالث والرابع ومصر توصل فاينل. مصر العرب افريقيا. ايجيبت وين ان شاء الله. احنا في الطريق لطنجة دلوقتي، واللي مضايقني ان الجمهور السنغالي منتشر في كل حته، المحطه كلها جمهور سنغالي. فين المصريين يا جماعه؟ انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ ايجيبت وين السنغال ان شاء الله. ايجيبت وين ان شاء الله. السنغال ان شاء الله. كله رايح للماتش صح؟ الماتش مصر ولا السنغال؟ ها؟ مصر ان شاء الله. مصر سلام عليكم في الفينال. يا رب. انا مش متفائل للماتشين، خد بالك، ولا متفائل للمغرب ولا متفائل لمصر. حاسس ان احنا هنلعب في الثالث والرابع، يعني هنلعب احنا الاثنين في الثالث والرابع. وصلنا الحمد لله السنغال، احنا ما وصلناش طنجة، يعني كمية السنغاليين دول فاحنا في السنغال. اليوم مصر 2 السنغال 1. 0 مصر 2 السنغال 1. وصلنا عند الملعب دلوقتي. انا كنت بقول لكم ان في محطة القطر السنغاليين هنا، يعني حي شبرا بتاع السنغال موجود. ايه ده؟ بدأ الماتش، بدأ آخر وأهم وأصعب اختبار، هو مش الآخر يعني ما قبل الأخير. الجمهور السنغالي مكتسح المدرجات وصوتهم عالي جدا وضاغطين علينا جدا بصراحة. 20 دقيقة حتى الآن السنغال مذاكرة ماتش كوت ديفوار قوي، ولا بتهاجمك ولا بتعمل أي حاجة ولا بتفتح ولا أي حاجة. أنت سايب لهم الكورة وهم سايبين لك الكورة، وعند ربنا بقى. داخلين على 35 دقيقة دلوقتي، مفيش أي هجمات برضه زي ما قلت لكم، بس هم ماسكين كورة وبيروحوا من حين لآخر. احنا طبعا ما رحناش خالص. خلص الشوط الأول اللي ما كانش فيه اي هجمات اطلاقا، وربنا يسترها علينا الشوط الثاني ويعدي على خير. لا انا شايف ان احنا مقفلين كويس. اي نعم ما رحناش كتير على مرمى الحارس مندي، ولكن ان شاء الله في الشوط الثاني نقدر نسجل، ولو ما سجلناش نحافظ على الكلين شيت. بس هم قارينا قوي، تحس ان هم شافوا ماتش كوت ديفوار كويس قوي وبيلعب على اساسه. صحيح، احنا كنت مستني يلعب باسماعيل صار من بدايه المباراه، ودي المباراه اللي كابتن حسام حسن عايز يلعبها، ان هو انت تهاجمه وبالتالي يبقى عندك مساحات، ولكن هم مقفلين كويس. واعتقد خروج كوليبالي مش مصلحتنا اصلا، لان هو السرعه عنده قلت والترنات والموبيليتي، فيا ريت كان نكمل. بس هو كده اخذ انذار موقوف في الفاينل، بس ان شاء الله هم يلعبوا على الثالث والرابع ومصر توصل فاينل ان شاء الله. بدا الشوط الثاني بتغيير فتوح ونزل مكانه تريزيجيه، مش فاهمها قوي انا، ممكن يبقى حد احسن مني يفهمني التغييره دي. دقيقه 60 وزي الشوط الاول بالظبط، وانا متوقع الماتش كله هيبقى كده، هو واحد بس هيغلط غلطه الثاني هيجيب جول شكرا الماتش اتقتل. لو مش كده الماتش ده هيخلص ضربات جزاء. مش عايزاك يا صاحبي، هتعمل ايه طيب؟ يعني تكسب كل فرق القاره وتقابلهم في فاينل كاس الامم يكسبك، تقول يا عم عادي معلش كلها شهر وهقابلهم في الماتش الفيصل على تصفيات كاس العالم وهعوض يقوم لعبك وبرضه يكسبك، تقول يا عم عادي اكيد في ماتشات جايه تانيه كتير. تعدي السنين وتقابلهم في سيمي فاينل كاس الامم بعد ما كسبت كل الفرق وعملت مفاجآت جامده جدا، خلاص هتاخد بطارك تروح مديك جون في اخر 10 دقايق ويطلعك تاني. مش عايزاك. الحمد لله. احنا كنا سعداء ان مصر كبيره، مصر قويه، مصر العرب افريقيا. بالتاريخ مصر الناس كلها بتغير منها، كده منتخب مصر كمان في الكوره واخد 7 بطولات. الموضوع مش فير، انا بقول مش فير.